والتخريب سقطوا أمس بين قتيل وجريح في مواجهات متفرقة مع وحدات عسكرية وأمنية في أثناء محاولة مجاميع من تلك العناصر القيام بمحاولة تسلل لمهاجمة مواقع عسكرية وتنفيذ اعتداءات على المواطنين في منطقة حرف سفيان وبعض المناطق بمحافظة صعدة. وأوضح المصدر أن 28 إرهابيا قتلوا وتم تدمير أسلحة لهم بينها رشاش في أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة آل عقاب. كما تم مهاجمة مجاميع لهم في الملاحيض والحصامة ووادي الجرائب وتكبيدهم خسائر فادحة وإحراق عدد من سياراتهم. وتصدت وحدات عسكرية وأمنية لمحاولة تسلل لعناصر الإرهاب شمال غرب المنزالة ومنطقة الجراحية وقرية المعرسة وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد. وقد تم إسكات مصادر نيرانهم كما تم التصدي لمحاولات تسلل مجاميع إرهابية إلى مواقع عسكرية في الزعلاء والتبة الحمراء وتبة الضلعة. وقد أشار المصدر المسؤول إلى أن وحدة هندسية متخصصة تابعة للقوات المسلحة اكتشفت 16 لغما مختلفة الأحجام في أثناء عملية تمشيط غرب محطة جرمان على طريق صعدة عين وأبطلت مفعولها وعثرت على كمية من ذخائر قذائف الRPG. وإلى ذلك قال مصدر محلي إن العناصر الإرهابية في منطقة دماج أطلقت النار على مواطن مما تسبب في إصابته بجروح خطرة. وواصلت تلك العناصر عمليات القنص وإطلاق الهاونات والأسلحة الأخرى على المواطنين في سوق منطقة آل عمار. وتصدى مواطنو منطقة شرمات للعناصر التخريبية وهي تحاول التسلل إلى منطقتهم والاعتداء عليهم، مؤكدين رفضهم أن تكون منطقتهم وكرا لتنفيذ اعتداءات تلك العناصر على أفراد الجيش والأمن. ومن ناحيته قال مصدر أمني في مدينة صعدة إنه تم القبض على 11 من العناصر الإرهابية ضمن خلية كانت تعد للقيام بأعمال إجرامية وتنفيذ اعتداءات على المواطنين، منوها بأن العناصر الإرهابية واصلت ارتكاب أعمالها الإجرامية ضد المواطنين واستهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية في مدينة صعدة بإطلاق عدد من قذائف الهاون عليها وعلى وجه الخصوص المدينة القديمة وأحياء قحزة ومستشفى السلام والأحوال المدنية ومقر فرع جمعية الهلال الأحمر بصعدة، وأدت إلى مقتل 3 مواطنين وإصابة عدد آخر من بينهم عدد من النازحين في مخيمي الإحصاء وسام.
تم تطهير هذه الأراضي من أيادي الحوثة المتمردين